السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهاردة يا جماعة جايب لكم عامر العمايرة. مين عامر العمايرة ده؟ راجل بتاع لوايح وقوانين. لوايح وقوانين. الراجل ده بيتكلم، ولو كلامه كذب الناس الاتحاد الكورة يطلع يرد عليه، يقول لنا لا الكلام ده كذب، عشان الكلام ده يودي الكورة في مصر في داهية. يودي الكورة في مصر في داهية. اللي حصل ان في جواب جه من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري، بيقول له في نادي عندك عنده ديون وعنده بلاوي سودا، بسببه هيتم ايقاف مصر في مشاركات كاس العالم وطرد الاتحاد المصري من جميع المسابقات. وده كله بسبب ايه؟ بسبب الزمالك وديون الزمالك، ان الاتحاد مداري عليها وما قالش للزمالك اي حاجه. انا مش عارف الاتحاد ده هيودي الكرة المصرية في ايه، هيودي الكرة المصرية فين. تعال نشوف عامر عمايرة قال ايه ونرجع تاني. وما تنساش معانا اللايك والاشتراك، عشان عندنا حلقة مع امير هشام وعادل الكياي جامدة قوي. سؤال: بعد سلام. قرار محكمة تحكيم الرياضية كاس يوم 1 مايو 2023 وانتهاء مهلة ال30 يوم يوم 31 مايو، الزمالك أصبح ملزم بدفع $1,455,465 لسبورتنج لشبونة، و5000 فرنك سويسري مساعدة أو مساهمة من الزمالك لسبورتنج لشبونة. ده طبقا لقرار مين؟ طبقا لقرار محكمة كاس. طيب، و30,000 فرنك سويسري غرامة لصالح الفيفا عشان عدم الالتزام بالمادة 15 وعدم احترام القرارات. طب المبالغ اللي أنا لسه قايلها دي محسوبة حتى يوم كام؟ محسوبة حتى يوم 2 يوليو 2023 اللي هو النهارده. والمبالغ دي قابلة للزيادة في حالة عدم السداد أو عدم التوصل إلى تسوية مع سبورتنج لشبونة، وفي الحالة دي سيتم إيقاف القيد لحين سداد كامل المبلغ بالفوائد. طيب، الغريب في الموضوع إن قرار اللجنة التأديبية للفيفا بتاريخ 13 يناير 2022 واللي تم تأكيده يوم 1 مايو 2023 من كاس، وبالتحديد النقطة 3 من منطوق القرار اللي أنا هقولها لك دلوقتي، يمنح الزمالك مهلة نهائية مدتها 30 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ المذكور عند انتهاء الموعد المحدد المذكور، وفي حالة التخلف عن السداد أو عدم الامتثال للقرار بالكامل خلال المدة المنصوص عليها سيتم حظر الانتقال حتى يتم سداد كامل المبلغ، أو الامتثال للقرار غير المالي سيتم تنفيذ حظر الانتقال تلقائيا على المستويين الوطني والدولي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي. طيب، على التوالي دون الحاجة إلى اتخاذ قرار رسمي آخر أو إصدار أي أمر من اللجنة التأديبية للفيفا أو من سكرتاريا اللجنة. بالإضافة إلى ذلك قد يطلب خصم النقاط أو الهبوط إلى درجة أدنى، بالإضافة إلى حظر الانتقال في حالة استمرار الفشل أو تكرار المخالفات أو الانتهاكات الجسيمة، أو في حالة عدم إمكانية فرض حظر انتقال كامل أو تنفيذه لأي سبب بقى من الأسباب. طيب، وكمان في الفقرة 30 من حيثيات القرار تم التأكيد على الاتحاد المصري في حالة عدم تلقي أي دليل على الدفع من الزمالك يتم تنفيذ التلقائي الحظر الانتقال محليا. وهقرا لحضراتكم نص الفقرة 30، وعاوز أفهم ليه لغاية دلوقتي الاتحاد المصري ما نفذ. حرصا على حسن النظام يتم تذكير الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزامه بالتنفيذ التلقائي لحظر الانتقال عند انتهاء الموعد النهائي دون تلقي أي دليل على الدفع من المدعي عليه. في هذا الصدد ولأغراض التوضيح يشار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بالمادة 34 من قانون الفيفا التأديبي فيما يتعلق بحساب المهلة الزمنية. إذا فشل الاتحاد المصري لكرة القدم في التنفيذ التلقائي للعقوبة المذكورة
وتزويد السكرتارية العامة للجنة التأديبية للفيفا بالدليل المعني لتنفيذ حظر الانتقال على المستوى الوطني، فقد تفتح ضده اللي هو الاتحاد المصري الإجراءات التأديبية، مما يؤدي إلى طرده من جميع مسابقات الفيفا. يعني انت لو ما نفذتش تلقائيا هتتفتح ضدك إجراءات تأديبية ممكن تصل لطرد الاتحاد المصري من جميع مسابقات الفيفا، منها تصفيات كأس العالم القادمة. وحتى الآن الاتحاد المصري لم يعلن عن تلقي أي شيء من نادي الزمالك.